وانا صغير كنت استاذ في تشغيل الدماغ. اللي حصل ان اخويا كان بيشرب سجاير بس امي ما تعرفش، وكانت شاكه فيه بس مش عارفه تمسكه متلبس، وكل ما كان شكها يزيد الاقيها بتقول لي خد ال5 جنيه دي وادخل شوف اخوك بيعمل ايه. كنت باخد منها الفلوس وادخل لاخويا اقول له امك بعتاني عشان اشوف بتعمل ايه رايك تجيب 10 جنيه واروح اقول لها انك كنت بتصلي، ولا صور لها علبه السجاير اللي انت مخبيها تحت السرير؟ طبعا اخويا خايف من امي فادالي فلوس عشان ما افضحهوش، وبكده ابقى عملت احلى مصلحه من الاتنين ومفيش حد فيهم زعلان. والله استاهل جايزه نوبل على السلام اللي انا عامله ده. تاني موقف من المصايب اللي عملتها اني كنت رايح في مره اجيب النتيجه وعرفت اني ساقط في مادتين ولازم امتحنهم في الصيف، وبدات افكر هعمل معاهم ايه في البيت. المؤمن بس يعمل لايك واشتراك ويستغفر ربنا في التعليقات. فكرت شويه ولقيت اني ممكن اعمل نتيجه مضروبه عند عم ابراهيم بتاع السايبر اللي جنب المدرسه. ولما رجعت البيت امي بتسالني عملت ايه وفين النتيجه، لقيت ابويا بيقول لها شايل مادتين وهتمتحنهم في الصيف. صح؟ قعدت اقول لنفسي هو عرف ازاي؟ اكيد اتصل بحد من المدرسين. قلت له غصب عني يا بابا ومش هتحصل تاني. لقيته اتصدم وقال لي يخرب بيتك، ده انا كنت بهزر. قلت له طب ما انا كمان بهزر، حتى النتيجه معايا اهي.